أهلا بيكم. وبتقول الحكمة: حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. وأنا حابب أقول لمارسيل كولر: حب اللعيبة اللي معاك لغاية ما تجيلك اللعيبة اللي أنت تحبها. وهنيجي للحتة ديت في الفيديو علاقتها بالمباراة، لكن بعد ما نتكلم عن النجم اللي خاربها مع النادي الأهلي في الفترة الحالية من الموسم، وخاربها بالمعنى الإيجابي، هو إمام عاشور. إمام عاشور بيتألق مع النادي الأهلي في هذه الفترة من الموسم، وبيجيب الهدف السادس ليه على التوالي مع النادي الاهلي. اخر 6 اهداف جابهم النادي الاهلي في كل البطولات امام عاشور هو اللي مسجلهم. يعني بدايه من الجون الثاني اللي جابه في سموحه وفرقع بعده البالونه اللي تقريبا كانت بالونه مسحوره ومن ساعه الجون دوت جاب 3 اجوان في استاد ابيجان، بعد كده جاب جونين في ماتش الجونه. ف6 اهداف على التوالي، اخر 6 اهداف للاهلي جابهم لاعب واحد وهو امام عاشور السوبر، في حدث نادر اعتقد في الكره المصريه وفي النادي الاهلي. ممكن يكون يعني بيحصل لاول مره في تاريخ النادي الاهلي. يعني اعتقد من ساعه ما صالح سليم تقريبا جاب 7 اهداف في الاسماعيلي سنه 58. معرفش هو جاب ال7 اهداف ورا بعض ولا كان في جون في النص اللي الاهلي كسب الاسماعيلي في الماتش ده 8. فانا ما اعتقدش ان الحدث ده اتكرر كتير في تاريخ الكره المصريه في النادي الاهلي، فهو حدث نادر. عشان يثبت امام عاشور ان هو لاعب، يعني زي ما قال كده مارسيل كولر، المهارات بتاعته مش موجوده في مصر. يثبت ان هو اللاعب اللي تتمناه اي فرقه. يثبت ان هو اللي هو العمله النادره اللي موجوده في فرقه النادي الاهلي حاليا، ان لما الفرقه تقع فنيا يبقى موجود لعيب زي امام عاشور هو اللي يشدها، وهو اللي ياخد بايدها، وهو اللي يجيب اهداف، وهو اللي يعمل اسيستات. زي ما قلت كده، اخر 6 اهداف جابهم الاهلي جابهم من امام عاشور، فمفيش اكتر من كده مثال على ان امام عاشور هو الرقم الصعب حاليا في النادي الاهلي. وانا بوجه الكلام دوت للعيب زي حسين الشحات اللي بيقدم موسم سيء جدا هذا الموسم. بعد موسمين جيدين مع مارسيل كولر، حسين الشحات مستواه حصل له دروب. فالاهلي محتاج اللعيبه اللي زي حسين الشحات ان هو يفوق، يبقى موجود مع امام عاشور، عشان الاختيارات دلوقتي في فرقه الاهلي مش كتير. فامام عاشور بيثبت ان هو ثمنه فيه. ونروح بقى للمباراه اللي الاهلي فاز فيها على الجونه 2-0. يعني المباراه في مجملها كانت مباراه حلوه. اول 35 دقيقه كانوا مفاجاه. يعني الاهلي نازل على اساس ان علاء عبد العال والجونه يبقى فيه دفاع كومباكت هيحصل، لكن علاء عبد العال تقريبا ما كانش في وعيه النهارده وكان مقرر ان هو ينزل يهاجم الاهلي، مستغلا ان الاهلي وحش قوي في البيلد اب الفتره الاخيره. الاهلي ما بيعرفش يطلع بالكره بشكل سليم، بيغلط كتير. فعلاء عبد العال نازل عامل ضغط عالي على فرقه النادي الاهلي، وده كان يعني بمثابه المفاجاه للاهلي، وخلى لعيبه الاهلي تغلط كتير في الشوط الاول في اول 35 دقيقه. والجونه ضيع كذا كوره وانفرادات وحاجات كده بقى غريبه ما كناش متوقعينها. يعني الجونه كان ممكن في اول 35 دقيقه يجيب جون واحد على الاقل، بس طبعا عشان الامكانيات الفرديه لفرقه الجونه على قدها ده ما حصلش. ولعيبه الاهلي بدات تفوق من بعد الدقيقه 35، وبدا يعني نص الملعب يطلع قدام، يزقوا قدام كده مع خط الهجوم في فرقه الاهلي ويضغطوا الجونه كرد فعل. وقفشه بدا يتحرك، وقفشه بقى يعني بدايه من الدقيقه 35 بدا يتحرك ويضيع فرص، ويبقى فيه تهديد على مرمى الجونه. والموضوع دوت استمر في الشوط الثاني مع زياده الضغط على فرقه الجونه، والاهلي بدا يلعب ضغط عالي في الشوط الثاني. والضغط العالي اللي في الشوط الثاني اللي كان بيعمله النادي الاهلي اثمر ان فرقه الجونه تغلط والكره توصل لكوكا، كوكا يديها لقفشه، قفشه يديها لامام عاشور. امام عاشور طبعا احنا عارفين ان هو بيحطها في الجون سكرو في الزاويه البعيده لحارس المرمى. ده ستايل امام عاشور يعني في اللعب عموما او في الاهداف. وبعد كده الريتم يهدى شويه، رتم المباراه يهدى شويه لغايه اما يشد تاني في اخر 10 دقائق، ويبقى فيه هجمات من الجونه ويترد عليها بهجمات من النادي الاهلي. وفي احدى الهجمات بتاعه النادي الاهلي بينطلق يعني كريم الدبيس من الجبهه اليسرى ويلعبها يعني رائعه، يعني دقيقه جدا لامام عاشور على الارض، وامام عاشور يحطها في الجون في الدقيقه 90 عشان يقضي على امال الجونه في العوده للمباراه. لكن الجونه كان يعني مفاجاه في المباراه وضيع فرص كتير.
وكان هدد يعني مرمى الاهلي كتير، ومصطفى شوبير تألق في كذا كوره، وفي كوره تانية يعني في الشوط التاني طلعها كريم نيدفيد من على خط المرمى وراحت لامام عاشور، وامام عاشور بيرقص 2 لعيبه من الجونه، في يعني كان ده تحول هجومي او هجمه مرتده من الاهلي. يعني كريم نيدفيد طلع الكوره من على خط المرمى، وصلت لامام عاشور، امام عاشور بمجهود فردي قدر ان هو يعدي 2 لعيبه من الجونه في نص الملعب وينطلق ويلعب الكوره لعمر الساعي اللي جاي من ورا لقدام. برضو يعني كان ظابط نفسه، او بيجري بشكل سليم جدا عمر الساعي، وهنتكلم بقى على عمر الساعي. وامام عاشور يلعبها له، وعمر الساعي يعدي من حارس المرمى ويلعبها بكل غرابه، وعمر الساعي بوش رجله اليمين الخارجي وتيجي في العارضه. كان عنده اوبشنات كتيره قوي ممكن يلعب بيها الكره ديت وتيجي جون، يكون يعني الجون مضمون بشكل اكبر من كده. لكن الكره دي تاخدنا بقى للعيبه اللي انا بطلب من مارسيل كولر ان هو يحبها الفتره دي، لغايه اما اللعيبه اللي هو حاببها بقى تجيله، الصفقات بقى واللعيبه المصابه او. بس خلينا في الاول يعني قبل ما اتكلم على اللعيبه اللي المفروض كولر يحبها، يعني حابب اتكلم على التشكيل اللي بدأ بيه الاهلي المباراه. يعني ملاحظه كده ان التشكيل دوت باستثناء كريم نيدفيد هو كله يعتبر في حكم اللعيبه الاساسيه، كله باستثناء كريم نيدفيد يعتبر في حكم اللعيبه الاساسيه. يعني مصطفى شوبير لعب فترات كتيره جدا اساسي، ابرزها طبعا فتره افريقيا 24. محمد هاني اساسي، ياسر ابراهيم اساسي، رامي ربيعه اساسي، كوكا لعب ماتشات كتيره جدا مع كولر اساسي. في نص الملعب كريم نيدفيد لا بعيد، مروان عطيه اساسي، قفشه لعب ماتشات كتيره اساسي، كهربا لعب ماتشات كتيره اساسي، حسين الشحات اساسي، امام عاشور اساسي. فالاهلي رغم الغيابات ورغم الاصابات نازل بتشكيله تعتبر اساسيه باستثناء كريم نيدفيد. فده بيقول لك برضو ان الاهلي يعني ستيل برضو لسه عنده لعيبه تقدر يعني تعدي المرحله ديت. يعني دي بارقه امل، يعني ان الاهلي ممكن يعدي المرحله ديت، المرحله الصعبه اللي فيها غيابات كتير، اللي فيها اصابات كتير، اللي فيها لعيبه بتمشي من النادي الاهلي او في حكم انها مشت من النادي الاهلي. بيرسي تاو مشى، اكرم توفيق لسه فيه الموضوع شد وجذب. بس يعني ففي بقى على دكه الاحتياطي لعيبه انا حابب ان مارسيل كولر يحبها ويديها فرصه الفتره القادمه، زي كريم الدبيس. يعني كريم الدبيس انا حابب ان كولر يحبه، يعني انا عايز كولر يحبه ويثبته في الجبهه اليسرى لغايه ما معلول يبان موقفه ويشد حيله ويرجع فورمه. لغايه ما معلول يبان موقفه هيتقيد او لا، عشان لسه الموضوع مش نهائي، واتمنى من قلبي ان معلول يتقيد طبعا يعني، ويرجع فورمه ويبقى زي الفل وزي الاول. بس لغايه ده ما يحصل كريم الدبيس هو اللي ياخد في الناحيه الشمال، وخصوصا احنا شفنا في الجون الثاني لاعب يعني تمريره حراريه لامام عاشور. يعني يعني اللي يلعب كرة زي ديت ده لعيب عنده كوره. عايز كولر يحب عمر الساعي. عمر الساعي ظهر النهارده في لقطتين، اللقطه بتاعت الكره اللي لعبها له امام عاشور وحطها في العارضه، رغم ان هو فنش وحش لكن القطعه حلوه، الانطلاقه بتاعته حلوه. كره تانية لعبها لامام عاشور ثرو عرضي كده او قطري، يعني كان فيها نسبه دقه تقريبا 100%. فواضح ان عمر الساعي عنده كوره. فاتمنى ان كولر يديله الفتره القادمه، بس ده مرهون بقدره عمر الساعي على الدفاع او القيام بواجبات دفاعيه، عشان احنا كلنا عارفين خلاص حفظنا كولر. كولر مش بيدي اي لعيب في نص الملعب فرصه كبيره غير اما يكون اللعيب ده بيدافع. بس النهارده باين ان عمر الساعي ممكن يكون عنده حته الدفاع ديت، في كوره كده طلعها براسه، كان موجود ورا بيدافع مع زمايله وطلع الكوره براسه ضربه ركنيه. حابب كريم نيدفيد ياخد يعني في الازمات المتلاحقه اللي بتمر بيها الفرقه، وخصوصا كمان في حته نص الملعب، مع عدم وضوح الرؤيه لاكرم توفيق، مع ان عمرو السوليه كبر في السن، مع امام عاشور وتوظيفه في حته الهجوم، مع كوكا برضو ان كوكا لسه مش ناضج. يعني هو كوكا لسه مش هو اللعيب اللي يلعب اساسي يعني او ياخد مساحات كبيره من اللعب. كريم نيدفيد يخش، وخصوصا ان كريم نيدفيد قدم مستوى معقول النهارده. فدي بقى اللعيبه اللي انا حابب ان كولر يحبها، يعني كريم نيدفيد، كريم الدبيس، وعمر الساعي، ويديهم مساحات لعب في الفتره اللي جايه ديت في الموسم مع الغيابات والاصابات.
مع القوام اللي موجود حاليا في النادي الاهلي، اللي هو تقريبا في نسبه كبيره منه لعيبه تعتبر اساسيه، مش لعيبه احتياطي او رديف، او لعيب رديف يعني. بس ده اللي انا حابب اقوله عن المباراه بتاعت الجونه. مكاسب، يعني انا شايف ان فيها مكاسب. مكسب ان امام عاشور بيثبت جدارته في المناطق الهجوميه للنادي الاهلي، يلعب جناح يمين، يلعب جناح شمال، يلعب نص ملعب هجومي، يلعب مهاجم. يعني النهارده في ماتش الجونه اخد في اخر المباراه، اخر 10 دقائق او ربع ساعه، اخد دور المهاجم الصريح وعمل خطوره وسجل هدف. يلعب جناح بيعمل خطوره وبيسجل. فامام عاشور مكسب كبير جدا للنادي الاهلي منذ قدومه، وفي الفتره دي بالذات من الموسم، عشان هو الحاجه المنوره، هو الحاجه اللي بترفع من الفرقه لما الفرقه بتبقى داون عن المستوى الفني. المكاسب عمر الساعي اخد وقت اكبر، بان بشكل افضل. كريم الدبيس اخد وقت في الحته اللي هو شاطر فيها او بيلعب فيها، حتته باك الشمال. كريم نيدفيد لعب يمكن دي اطول فتره يلعب فيها كريم نيدفيد مع مارسيل كولر، اخد المباراه كامله. فدي مكاسب جنب ان انت كسبت 3 نقط وتصدرت بيهم الدوري العام، او حافظت على صداره الدوري العام. فمبروك للنادي الاهلي 3 نقط، مبروك للنادي الاهلي المكاسب بتاعه المباراه، مبروك للنادي الاهلي امام عاشور، وبالتوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه امام اورلاندو بايرتس في القاهره. اتمنى ان شاء الله الفوز للنادي الاهلي وصداره المجموعه عشان نسهل الامور على نفسنا في الادوار القادمه. ده اللي انا حبيت اقوله، واتمنى اشوف رايكم في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو اتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، واشوفكم قريب على خير. سلام.